الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وكل الشعب المصري بخير. ومصرنا الحبيبة دايما في تقدم وازدهار، ربنا يحفظها. رسالتي النهاردة لكل طلاب الثانوية العامة، كل الطلاب في مصر لازم نبدأ. أول حاجة لازم نثق في ربنا سبحانه وتعالى في الفترة اللي جاية، ونثق في أنفسنا، ونبدأ نعمل خطة للعمل. نعم. الإنسان دايما المنظم هو اللي يقدر يوصل، بدون تنظيم للوقت دايما بنقع. أول حاجة يعملها الطالب في الفترة المتبقية لازم نعمل جدول يومي، ولازم نفرض على نفسنا احنا نشتغل على الجدول ده. اشتغلت كافئ نفسك، أخفقت عاقب نفسك. دي حاجة. دايما الإنسان الناجح لازم يتعب ويقع ويقوم، يقع ويقوم، لأن بداية النجاح الفشل، بدون فشل مفيش نجاح. الحاجة التانية لازم على كل طالب إن هو يبدأ يحط هدف قدامه. أنا عايز إيه؟ ايه الهدف؟ ما هو هدفي؟ هدفي ان انا اوصل لايه؟ لو حطينا الهدف واشتغلنا عليه ربنا هيكرمنا. ودايما بعد ما نشتغل نجيبه ربنا دايما كويس. دايما يبقى عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو عمره ما هيضيع تعبنا، وما يظلم ربك احدا. وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع اجر المجتهد ابدا. نشتغل. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها، الطلبه ابعد دايما عن اي حد محبط. دايما الطالب خد دايما قوة من الطالب الإيجابي، خد قوة من الشخص الإيجابي اللي في حياتك. بلاش تبقى دايما مع طالب سلبي، دايما طالب محبط، ابعد عنه تماما. ان الحالة النفسية بتأثر في حياتك. طول ما في تشجيع ليك هتلاقي نفسك وصلت، بدون تشجيع مفيش وصول. ربنا ان شاء الله يوفقكم. اشتغلوا، حط جدولك، ما تنساش جدول اشتغل عليه. استعين بالله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا هيكرمك. هو طبعا اكيد لكل مجتهد نصيب، وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي المؤمن على قدر عمله. فهنا الاجر اكيد ان هو بيكون بقدر المستطاع على التواصل على العلم والتفاعل والاجتهاد والتواصل بالله سبحانه وتعالى. طيب نيجي لحضرتك يا استاذ عمرو طبعا، ونسال حضرتك سؤال مهم جدا: كيف يحصل الطالب على اعلى الدرجات في الامتحان؟ جميل. قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا بس نضيف بعض النقاط الخفيفة على الكلام اللي قاله مستر علاء. هو ان احنا لما نيجي في الليالي المتبقية قبل ليلة الامتحان عايزين نضيف بس شوية حاجات صغيرة كده. خلينا ناخدهم في 5 نقاط. هو أول حاجة التفكير، تاني حاجة المجهود، بعد كده الاستمرار، بعد كده التجاهل، وبعد كده الشحن. خلينا نتكلم فيهم سريعا كده. رقم حاجة التفكير. الفترة دي الطالب فيها دايما بيفكر ان الامتحانات قربت منه، وبيحس ان في حاجة بتطرده. فرقم واحد هو مش هيفكر في حاجتين، مش هيفكر في اللي فات سواء كان ذاكر او ما ذاكرش، خلص او ما خلصش، يعني ايا كان هو عمل ايه مجهود صغير او قليل لازم يركنه على جنب ويفكر في النهارده بس. زي ما نقول يعني زي ما نضرب مثال صغير جدا، زي ما يجي الطالب كده ويذاكر على ماده معينه وراح حاطط كل المواد قدامه، فقبل ما يبدا في الماده دي يروح باصص على كل المواد دي فيحس بالاحباط، لان هو فكر فيهم كلهم قبل ما يبدا بالحاجه الصغيره فقط. فاول حاجه يعملها الطالب هو ان هو يفكر صح ويلغي التفكير في اللي فات والتفكير في بكره، يفكر في النهارده بس. رقم 2 الاستمرار. خلينا نقول الاستمرار، ناخد مثال بسيط حي كده من ارض الواقع نضرب المثال عليه ونشوف. فمثال مثلا لما يكون الانسان